تنطلق الصواريخ النارية والألعاب النارية احتفالا واحتفاء بفوز النادي الأهلي الكبير بهذه الكأس الغالية، كأس مصر موسم 22-23. حد لشوق لحاجة؟ ايه؟ مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك 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 يا حياة قلبي، مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، وشو حلوة دنيتنا. مبروك النادي العظيم، النادي الجبار، النادي القوي، نادي الزمالك المصري حمراء ان شاء الله يوم الجمعة الجاية بطلا لكأس مصر. الرياض ان شاء الله هيبقى وشها حلو على الزمالك. ابنك تعبان يا حاج. لا مش تعبان يا دكتور. لا ابنك مجنون يا حاج. خف من بقك يا دكتور، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. ابني مش مجنون. ابنك مجنون يا حاج وانا اللي عارف ده كويس. هذا قضاء الله وهذا امر قد تعودت عليه. دايما متعودة دايما. تعودت ان الزمالك يلعب ثم تأتي فجأة كورة تنط يبقى إمام هو والجون، ثم الجون يدخل، ثم يجي قفشة فتعدي من بين الباك بالرجليه، ثم تدخل الكورة. يا حسرة قلبي عليك، كنت فاكرك سبع طلعت قطة، لوك 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 وفعل مفيش. الخيل تعلم والفوارس أنني شيخ الحروب وكهلها وفتاها، وفي عبارة أخرى أنا بابا الشغلانة. أنا بابا يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مليون مبروك للأهلي، مليون مبروك للأهلوية، ونقول للزمالك والزملكاوية صباحية مباركة يا ابن العبيطة. لأصحاب القلوب الضعيفة واللي أقل من 18 سنة كله يلف وشه بالمنداب. الحاجة يا دكتور بتقطع. الله الله الله. خطير خطير والهدف، يا نهار أبيض، يا نهار تسلل تسلل تسلل. اوفسايد يا حبيبي، اوفسايد يا حبيب قلبي. ايه يا حبيبي تقلع التيشيرت يا امام، نجهز الاحتفال، نجهز الاحتفال يا علي. اوفسايد يا حبيبي، ده رانكو صحيلة. ايوه ها شكرا. ازاي يعني؟ ده انا من امبارح بحلم بالكوابيس دي، من امبارح بحلم انه هيجيب جول. لا اله الا انت سبحانك اني كنت بدعو. الخطوط الزرقاء والمنيله على دماغنا بينت ان هي مش اوفسايد. احمد ربنا احنا رجعنا سلام. اقول لك دول نفسين عشان يروق كده. خد يا عمادة. المخدرات دي صح؟ هات ادوني مخدرات، ادوني حقن، شكوني ايه بقى؟ إمام عاشور إمام عاشور عملها، إمام عاشور عملها. اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه، وانت اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. وادي قفشة، وادي إمام قطع من ورا الزبون وحطها روعة 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 روعة. لو انت فرحان ما تنسانيش في اللايك، ولو انت جديد ما تنسانيش في الشير. اجمد كده ولا لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده. ها اجمد، لسه اللي جاي جامد. خطيرة خطيرة وهوبا يا نهار أبيض، يا ليلة أهلاوية على أرض سعودية. ده انت فضحتك بقد جلاجل. ما عرفتش انت؟ مفيش خالص. بح. الله الله، ادينا فوقنا وبقينا زي الفل. هو ايه اللي حصل بالظبط يا دكتور؟ البواسير كانت نازلة على الآخر، فقمنا باستئصال المنطقة الملتهبة. بالراحة يا دكتور أنا سامعك، هو لازم إيدك؟ مؤامرة، شكلهم كده متفقين علينا، بس ما عرفش نيعوا. بطلا للنسخة وللمرة 39 في تاريخه، وهذه هي القاضية رقم 2. يا جدي وانا كل ما انسى تفكرني ليه؟ لازم تفتكر.
فعلا الناحيه دي اكسلانس حلوه ما بين قربك وخوفي عليك. من فضلك يا فتوح اقفل رجليك. وزي ما انتم شايفين في فرق بين الجراحه المشرطيه وبين الليزر يا اولاد. وفي هذه اللحظات يطلق أندرسون دارانكو صفارة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز كبير ومستحق للنادي الأهلي. يلا يا دكاترة، كل واحد ورا التاني يشيك على الجرح اللي قدامه، ولو حد عنده أي استفسار ما يتكسفش، لأنه مش في أي وقت هتتوفر لك الحالة اللي تمد إيدك فيها. اللي فطحانة في المنطقة والمحطات الفضائية. اللهم لا شماتة، أنا مش شمسان، لكن من حقي إن أنا أفرح إنك زعلان. حكم أجنبي وفي السعودية وبرضه مش نافع. تجيبها كده هي كده. بيتهيألي سمعتك ممكن تنجرح. سمعتي تنجرح؟ ده أنا ليا فيديوهات على النت يا ابني، اكتب كده. الاهلي يخوف. الاهلي فين دلوقتي؟ يعني الاهلي غيابات كتيره. النادي الاهلي بيعاني معاناه شديده دلوقتي. انا لو انا بلعب مع الاهلي الماتش ده لا انا ادوس. يا سلام، سلم على مخك البلالان يا بحر العلم يا ترعه المفهوميه يا فيلسوف الحمير. ده انا فيلسوفك يا عمدي. الكابتن عفت نصار قال لي ان الزمالك هيكسب 5-2. انا صح. علاقة عكسية، مخه بيصغر وسنه بيكبر. اللي انت توقعت توقع غريب جدا ومثير جدا. طب 5-2 دي بقى دي الجديده. خلينا 5-2. الأولى حمار والتانية حمار والتالتة برضك حمار. كم تتوقع الماتش انت؟ مين هيكسب يعني، ولا كم تتوقع النتيجة بعيدة؟ بكرة الزمالك هيكسب 2-1. الله يرحمك يا زلطة، آخر رصاصة ضربها ما طلعتش من الماسورة، ردت فيه وجت في صدره قتلته. راهنتوا على خيبتكم يا زمالك. الزملكاويه كل ما يتكلموا يقول لك شعبيتنا في الخليج اكتر بكتير. اديك رحت السعوديه ما شفناهاش ليه؟ يعني معنى ان اسماء الانديه الاهلي خارج مصر في الوطن العربي دي مش على النادي الاهلي طبعا. المصري. اقول لك ليه؟ اقول لك ليه. اتفضل. اولا البنك الاهلي في مصر قبل النادي الاهلي. يا ابن الايه كمان أماسو عين أع ب فتحة باء ألف مادة نون ضمتين حناشن. والسؤال للاستاذ عمرو، يعني بنك مصر اقدم من منتخب مصر؟ هو البنك اشتغل هنا كمان؟ كان في هذا الزمن الاحتلال على مصر، كان الاحتلال الانجليزي على مصر. اللي هو لما 1907 لما اتعمل النادي الاهلي كان في احتلال انجليزي على مصر. فكان المصريين والزمالك كان في احتلال انجليزي. هكمل لك بس. لما كان المصريين الوطنيين كانوا اي حاجه بيعملوها بيسموها الاهلي. اعترف على نفسه بنفس ذات نفسه. بس معناها المصريين اهل يعني اهل المصريين يعني الوطن يعني ساعتها كان الوطن. طب والزمالك يعني ايه؟ امال ايه حكايه الزمالك دي؟ محمد علي باشا عمل سرايا حلوه كده، فالخدم والحاشيه بتوعه بنوا عشش علشان يعيشوا فيها حوالين السرايا، ولان محمد علي كان تركي وبتاع فكانوا يقولوا على عشش زملك اللي هي عشه بالتركي، وانتشرت بقى الزملك دي في الجزيره كلها وسكنها البوابين. اطلع بره يا بواب. حاضر. حتى الزملكاويه بعد ثوره يوليو سنه 1952 ما كانش ينفع يكملوا باسم نادي فاروق، فلما حبوا يغيروا الاسم ويختاروا اسم اختاروا نادي الزمالك من غير ما يعرفوا معناه، لمجرد ان النادي الاهلي موجود في الزمالك. على اساس ايه انت شعبيتك اكتر؟ الزملكاويه هم الزملكاويه والنسب هي النسب. هل السعوديه ودول الخليج بتطلع فيز للزملكاويه بس، ولا الزملكاويه لما بيخرجوا من مصر بيتمددوا بالحراره؟ اضربك فين؟ مفيش في وشك مكان. يا عم اضرب وانت هتركن. وان شاء الله
نقابل الزمالك تاني الشهر الجاي يوم 15 في الدوري بعيد عن ضغوط الكاس ونفرح تاني. الزمالك قادم، الزمالك قادم. ياجي اهلا وسهلا مستنينه. انا بس بقول لك خليك فاكر ان الزمالك قادم. شكرا ليكم اعزائي مشاهدي قناه المايسترو، والى اللقاء في حلقه جديده من حلقات المايسترو. وما تنسوناش بدعم القناه بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.